انتصارات لحامل اللقب. أوسوريو عالج الكوارث، أوسوريو بيجرب لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. أتمنى منكم انكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتشوفوا الفيديو للآخر وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مباراة اليوم الزمالك كسب فيها 2-0، وديت بتعتبر افضل مباراة لأوسوريو في اخر 5 مباريات. الحمد لله ان الزمالك كسب 2-0، لان الزمالك كان محتاج الفوز ده. ليه؟ علشان يؤكد وجوده في افريقيا، سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدرالية. دوري ابطال افريقيا صعب شوية، ولكن الكونفدرالية مضمونة. واصبح دلوقتي عنده 50 نقطة، وده ما بينه وما بين المنافس بتاعه نقط كتيرة. الزمالك كان بيلعب اليوم بطريقة 3-2-4-1، وهي دي طريقة أوسوريو. الطريقة دي كان بيها مشاكل كبيرة جدا في المباريات السابقة، ولكن تم علاجها. وأهم مشكلة كان بيعاني منها الزمالك كانت مشكلة الدفاع. إن الثلاثة المدافعين محدش بيرجع يدافع معهم، غير اللي هو المدافع الأيمن والمدافع الأيسر بيلموا معهم. وده كان بيعمل مشاكل كبيرة، وهي ان منطقة الاطراف اللي هي الايمن ومنطقة الطرف الايسر دايما بيكونوا فاضيين. وده كان بيعمل مشكلة تانية، ان هو كان بيخلي الملعب مفصول الى جزئين 5-5. بمعنى ايه؟ ان في حالة الدفاع مفيش كثافة دفاعية، ولكن اليوم كله كان بيرجع يدافع. بمعنى ان الارتداء الدفاعي كان افضل من المباريات السابقة، وده بيعتبر شيء مميز النهارده. دي الاستفادة الكبيرة اللي استفدنا منها من مباراة اليوم. هجوميا كان في كثافة كبيرة جدا، وده كان مميز جدا. وجود فتوح في نص الملعب حسن الأداء كتير. ليه؟ لأنه فتوح مخه كله كورة وعنده حماس وروح. ليه؟ لأنه من أبناء الزمالك. نسبة الاستحواذ للزمالك كانت لغاية الدقيقة 60 كانت 70-30. مصطفى شلبي تحسن كتير جدا في اخر 5 مبارياته الاخيره، وله دور مؤثر في المباريات الاخيره، وكان له دور مؤثر في مباريات اليوم. ده بالنسبه للمميزات اللي هي بتاعه مباريات اليوم. ولكن الزمالك عنده لسه مشاكل كتيره. المشاكل ديت هنتكلم فيها دلوقتي. الزمالك النهارده صحيح كسب، ولكن الجمهور لسه قلقان كتير جدا بسبب الطريقه اللي هي غير متناسبه مع لعيبه الزمالك الموجوده في الوقت الحالي، مش متناسبه مع امكانيات اللعيبه. التاني كمان تحركات الزمالك بطيئه جدا، وبعدين بتبقى يعني اي حد بيقدر يقراها، مرئيه للمدافعين. العرضيات ما كانتش دقيقة. الزمالك عمل 25 عرضية، 10 عرضيات منهم بس هي اللي كانت فقط صحيحة، ولكنها في نفس الوقت ما كانتش دقيقة، إلا الاتنين بس اللي جه منهم الجونين. تمريرات الكورة المفروض انك لما بتيجي تقرر المفروض انك انت في تمرير الكورة ديت المفروض بتمرر الكورة قدام اللاعب وليس خلفه. النهارده كانت التمريرات الكرة خلف اللاعب، يعني ده حصل في هجمة ما بين شيكابالا ولاعب آخر، كانت الكرة خلف المهاجم ولكن مش قدامه. المفروض ان انت بترمي الكرة قدام. تاني النقطة الثانية توزيع المهاجمين. توزيع المهاجمين مش متوزعين بطريقة سليمة في منطقة الهجوم او في منطقة الدفاع بتاع المنافس. يعني المهاجمين مش واقفين صح. أوسوريو بالشكل ده محتاج وقت طويل جدا، ومحتاج صفقات كتيرة جدا، ولكن النتيجة كمان ما هيش مضمونة بسبب طريقة اللعب. تحركات لعيبة الزمالك كانت تحركات فردية وسهلة جدا لأي مدافع، واحنا ما استفدناش من هذه التحركات خالص. الأداء لم يتطور بالنسبة اللي هي بتكون مطلوبة. وبعد كده لاعيبه الزمالك كمان لما بتيجي تتحرك ما بتتحركش الا لما بتكون الكوره في رجليها. يعني ما فيش تحركات من غير الكوره، لازم اللاعب يتحرك من غير الكوره دي.
الزمالك محتاج بصراحة وقت طويل جدا 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 علشان يستخدم طريقة أوسوريو. ده كان تفسير بسيط أو شرح بسيط لمباراة اليوم اللي لعبها الزمالك مع طلائع الجيش. ألف ألف شكر على أنكم استمعتوا لي واديتوني وقتكم، وبإذن الله هيكون عندنا لقاء تاني في فيديو جديد، والسلام عليكم وألف ألف شكر.